مجلس الأمن القومي الجزائري برئاسة عبد المجيد تبون وبحضور القادة العسكريين يتقدمهم رئيس الأركان سعيد شنقريحة أثار تساؤلات عن طبيعة ودلالات الاجتماع، وكان لافتا وبخلاف الاجتماعات السابقة في مجلس الأمن القومي لم يحضر المدير العام للأمن الوطني عن هذا الاجتماع. ولم تعلن الرئاسة عن أي تفاصيل تخص القضايا التي طرحت في الاجتماع ودوافع انعقاده. وسبق هذا الاجتماع توجيه تبون 4 رسائل إلى قادة السعودية وقطر والإمارات والكويت في وقت متزامن عبر مبعوثين خاصين، ولم يكشف النقاب عن تفاصيلها. ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد الزيارة الأخيرة لقائد أركان الجيش الجزائري إلى فرنسا، هذا وتتزايد الخشية من اندلاع حرب بين الجزائر وجارتها المغرب على خلفية التصعيد بينهما خلال الأشهر الأخيرة. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. أرحب بك سيد محمد. بداية، لماذا أثار هذا الاجتماع لمجلس الأمن الوطني أو القومي الجزائري جدلا هذه المرة؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. لأنه كما تفضلت في الخبر لم يحضره المدنيون أو المدنيين، إضافة إلى ذلك حضور قادة القوات، وهذا هم ليسوا أعضاء في ما يسمى بالمجلس الوطني الأمن الوطني، هم ليسوا أعضاء فيه رسميين يعني، وكأنها إشارة أن هناك أمر جلل وأن هناك أمر خطير على الأبواب. من جانب داخل الجزائري أسوأ بكثير، خاصة أنها بدأت بعد قطع العلاقات الدبلوماسية ومنع الطيران المغربي مدني وعسكري من المرور على الجزائر بتهمة كاذبة، وهي تهمة أن المغرب شارك في حرائق 2021، وهذا ليس صحيح بأي. لكن من الجانب المغربي طبعا هناك أيضا استفزازات، خاصة في العلاقات المتنامية مع الكيان الإسرائيلي، وهذا مزعج أيضا، ولكنه من جهة يخدم العصابة التي تتحكم في الجزائر، لأنه يظهر أن المغرب بالفعل هذا عدو وعدو حقيقي، خاصة أن جبنا الإسرائيليين على الحدود، فهو يخدمهم من جانب، ولا من جانب وجود العدو الخارجي، وهم يعتمدون دائما. الحكم العسكري في الجزائر اعتمد دائما في 60 سنة الماضية، خاصة في 30 سنة الأخيرة، على وجود عدو خارجي وعدو داخلي. يجب أن يكون شماعة موجودة حتى يبرر كل السياسات الفاشلة وأحيانا السياسات الإجرامية، خاصة في التسعينات. إذا نحن في الحقيقة أمام توترات هائلة. وكونه جاء بعد زيارة ما يسمى بقائد الأركان، هذا ما أردت أن أسألك عنه. نعم، كونه جاء بعد زيارته لفرنسا هذا مزعج، لأنه وكأن هناك ضوء أخضر من الفرنسيين اللي عندهم نفوذ كبير في المنطقة على النظامين بكل أسف وألم. فرنسا الاستعمارية التي احتلت البلدين وبلدان أخرى في إفريقيا، وكأنه جاء بنوع من الضوء الأخضر، أو على الأقل بعدم الاعتراض الفرنسي. مبدئيا القوى الغربية خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا لا تريد حرب، لأن هذا سيشكل ضغط رهيب من ناحية أن قد يهاجر إليها مئات الآلاف وربما الملايين من البلدين. بدون حرب هناك آلاف المغاربة والجزائريين الذين يقطعون البحر المتوسط إلى هذه البلدان الثلاث، خاصة فرنسا. لكن فرنسا تجد نفسها أمام دايلما كما يسمى، معضلة، وهي أنها إذا ما قامت حرب ولو محدودة فلديها فيها بعض المكاسب، وفي نفس الوقت قد تكون لها آثار وفي نفس الوقت قد تكون لها آثار سيئة، فهذا إشكال. عموما قضية الحرب
لا قدر الله ليست في يد النظامين تماما، يعني هي في يد القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة وفرنسا، خاصة هذه البلدين. هل هناك ذوق غربي للعصابة في الجزائر بأنها لن يمانعوا من حرب، أو هو ذوق غربي للمغرب بأنهم لم يمانعوا من هذا الغرب؟ هذا ليس مؤكد لحد الآن. طيب، إضافة إلى علاقتها بزيارة رئيس الأركان الجزائري إلى فرنسا، أيضا يأتي هذا الاجتماع بعد حراك دبلوماسي جزائري، وخاصة المبعوثين الذين أرسلوا إلى 4 عواصم عربية: السعودية وقطر والإمارات والكويت. هل هناك ربط أيضا بينهما؟ ككل. وثانيا هذه البلدان لديها مال ومال كثير، وثالثا هذه البلدان في قضية الصحراء الغربية هي مع الأطروحة المغربية تماما، وهذا يزعج النظام في الجزائر بشكل كبير. وكأنه أعتقد أن هؤلاء ليس لدي معلومات لحد الآن، قد تتوفر لدي في قادم الأيام، لكن أعتقد من أن هؤلاء الرسل ذهبوا ليقولوا لقد طفح الكيل، وأن النظام المغربي يبتزنا ويستفزنا أكثر مما يجب، وأنه عليكم أن تضغطوا عليه وإلا فإننا سنقوم بالرد من جانبنا. أعتقد أنه ربما كان هذا هو مضمون هؤلاء الرسل إلى هذه الدول. طب لماذا الغموض؟ يعني عندما يجتمع مجلس الأمن القومي أو الوطني في أي دولة، يصدر بيانا أو مؤتمر صحفي أو غالبا بيانات يعدد فيها النقاط التي تم بحثها أو تم اتخاذ قرار فيها. لماذا الغموض التام في هذا؟ هل هناك هدف ربما آخر من وراء هذا الغموض؟ طبيعة النظام المتحكم في الجزائر، ولا أقول الحاكم في الحقيقة لأنه بالفعل متحكم، وقد أظهر الحراك الشعبي أنه متحكم، وأن هذا النظام يرفضه الشعب ويرفضه بعبارات قوية جدا. بين الشعارات مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية، وبين شعارات تبون مزور جابوه العسكر. هذه شعارات كلها قوية وقوية جدا، وكان شعارات حتى أكثر منها، يعني بما فيها جنرالات يذهبون إلى المزبلة يعني، والجزائر تأخذ الاستقلال. فطبيعة النظام في الجزائر والذي تحكم، ولكن خاصة في 30 سنة الأخيرة، هو الغموض، وهو صراع الأجنحة. صراع الأجنحة يؤدي إلى مزيد من الغموض. صراع الأجنحة هو على السلطة والنفوذ والمال والمناصب إلى آخره، ليس على حرية الشعب الجزائري، ليس على أن هناك جناح يريد استقلال الشعب وتقرير مصيره وهناك جناح لا يريد ذلك. لا، هم متفقين على أن الحكم يجب أن يبقى مخابراتي عسكري، ولكن هناك صراعات على من يملك هذا النفوذ وهذا الحكم. ولذلك تجد ليس هناك في بلد في العالم، ربما ما عدا تركيا التي وقع فيها انقلاب أو محاولة انقلاب، عدد العسكريين الموجودين في السجن. هناك أكثر من 35 جنرال، أكثر من نصفهم كانوا مع قايد صالح القائد السابق للجيش، وهو الذي جاء بتبون في السجن. بعضهم نزلت، هو الذي جاء بتبون في السجن، بعضهم نزلت رتبته إلى جندي، وبعضهم تعرض إلى عذاب النكرة. وهناك مئات من كبار الضباط وصغار الضباط أيضا، وحتى صف الضباط في السجن، نتيجة للصراع الكبير الذي وقع بعد اغتيال قايد صالح. الحقيقة الآن أنه ظهر أنه اغتيال ولم يكن موت طبيعي، رغم أنهم أعلنوا أنه موت طبيعي وما زالوا يصرون على ذلك. لكن ما حدث فيما بعد أظهر تماما أن وقع انقلاب حقيقي. الذي قاد هذا الانقلاب هم جناح قديم، هو وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وقائد المخابرات. وخالد نزار كان هاربا في إسبانيا، وقائد المخابرات كان مسجونا. ومن جهة أخرى شنقريحة قائد الجيش ومن معه، لأن شنقريحة كان مهدد، لو بقي قائد صالح حيا لسجنه، وكان مهدد بالسجن لولا تدخل السكرتير الخاص باعتراف لكي لا يسجن قائد الجيش الحالي. طيب، أخيرا وبجملة واحدة لو سمحت، هل تعتقد أن هناك حرب ستعلن حرب بعد هذا الاجتماع؟ ممكن، لكن ليس مؤكد. يعني في احتمال كبير لكن ليس مؤكد، لأن هناك العامل الخارجي المؤثر في الموضوع. أشكرك جزيلا سيد محمد العربي زيتوت، الدبلوماسي الجزائري السابق، على حضورك معنا.